اوعى تفتكر ان الشيطان بيحاربك بكل الخطايا، لا ابدا. الشيطان يجس نبضك كده، يحط السماعة على قلبك، على صدرك، على فكرك، على عينيك، كله، ويشوف ايه اللي ضعيف اللي عندك ويخش يقول ما هو الباب الذي ادخل منه الى هذا الانسان. هيجيب لك كل الخطايا؟ لا، واحدة بس كفاية، واحدة ويلعب بيها بقى. زي ما تكون واحدة ست فنانة في الطبخ، والطعام واحد تعمله مرة كده ومرة كده، مرة مسلوق ومرة مقلي ومرة بالزيت ومرة بالسمن ومرة مسبك ومرة ملبك، وتعمله زي ما تعمل. المهم الشيطان برضو ياخد الخطية دي ويشكلها. فابحث عن نقطة الضعف التي فيك. في ناس أتقياء جدا وأبرار جدا، ولكن خطية واحدة بتتعبهم، وممكن تضيع أنفسهم من أجل الخطية الواحدة دي، لولا رحمة ربنا اللي بتفتقد البعض. يعني سليمان مثلا، سليمان كان أحكم أهل الأرض، وربنا بيحبه، وتراءى له مرتين، ظهر له مرتين، مرة في جبعون ومرة في أورشليم، وسمح ان هو اللي يبني الهيكل ويدشن. لكن كان له خطية كبيرة هي محبة النساء، لدرجة اتجوز منهم بلا عدد. والنساء أملنا قلبه للأصنام ولم يكن قلبه نقيا. من أجل هذه الخطية الواحدة كاد سليمان أن يضيع، لولا ربنا افتقده ووبخه وعاقبه. وقال لداود عنه قبل ما داود يموت، قال له ابنك ده هيجلس على كرسيك، إن أخطأ أؤدبه، لكن لا أمنع رحمتي عنه مثلما فعلت مع شاول. أهو كان بيصوم وبيصلي وكتب أصفار عديدة من الكتاب المقدس، لكن خطية واحدة كانت نقطة الضعف التي فيه. بالعام كان نبيا وتنبأ نبوءات كويسة جدا عن المسيح، لكن كان عنده خطية واحدة تعباه، محبة المال. الشاب الغني قال للمسيح هذه الوصايا كلها حفظتها منذ حداثتي، لكن كان عنده نقطة ضعف واحدة، محبة المال، خلته يمضي حزينا. انت في الصوم شوف ايه نقطة الضعف اللي عندك وحاول تتخلص منها. أيوب الصديق كان رجلا بارا، وشهد عنه الرب ان كان كاملا ومستقيما، يتقي الله ويبعد عن الشر، لكن كان فيه نقطة ضعف واحدة، كان بارا ويعرف عن نفسه أنه بار، ولذلك كان بارا في عيني نفسه. كما ورد في أيوب إصحاح 32 آية 1 بيقول فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عينيه. خطية واحدة، لذلك ربنا جرده من كل شيء علشان يعالج الخطية دي. توما الرسول، ما هو كان رسول ومن تلاميذ المسيح وكويس، لكن كان عنده نقطة ضعف واحدة، الشك. يحتاج انه يخلص من الشك ده. فكركم الهراطقة مثلا كانوا يعرفوا كتير في الدين، لكن كان عندهم نقطة واحدة هي الفكر الخاطئ، الدين.
لذلك إن أردت أنك أنت تتوب، ابحث ما هي نقطة الضعف التي فيك وعالجها.